كيفكم؟ فيديو اليوم فيديو انا كتير متحمسه له، بس احكوا لي انكم ما اشتقتوا اني اقعد اصور لكم بهاي الزاويه. انا بحس هاي الزاويه انا مخصصتها لفيديوهات لها علاقه بالانبوكسينج، ورجيكم مشترياتي قصص مثل هيك. فهاي الزاويه انا كتير بحبها لانه هدول الفيديوهات من اكثر الفيديوهات اللي انا بتسلى وانا عم صورهم. anyway فيديو اليوم رح اورجيكم كل مشترياتي من شي ان. طبعا الناس اللي متابعتني على الانستغرام بتعرف كتير منيح انه هاي الطلبيه وصلت اول يوم العيد، بعد ما انا صرت منزله اساسا صور العيد والريل وكل شي كان لازم ينزل، حتى الفيديو تبع العيد كان نازل اوريدي، فهذا شوي تاخروا. يس خلونا هلا نفتح الباكج. فعليا هن تنتين، هذا الباكج الاول وهذا الباكج الثاني. خلونا هلا نفتحهم مع بعض ونشوف شو في جوا. اول شي رح نفتح الكيس الاصغر. بتعرف شو عم فكر طلعهم كلهم مع بعض؟ خلينا نشوف. اوكي ترى ما عندي اي فكرة شو هنن، وللأمانة انا شوي نسيانة شو كنت طالبة، وهذا هو احلى شي بطلبات شي ان صراحة، لانه بياخدوا وقت لحتى يوصلوا، فانا بكون عن جد بفتح الاكياس وانا ما بعرف شو اتوقع. خلونا هلا نفتح اول كيس. اوكي اول شي طلع بايدي هو هذا الكيس، خلونا نفتحه. هذا اوكي ذكرت هذا هو الجاكيت الجينز
عشان تشوفون هن مفرودين كيف عم يطلعوا. ما بعرف صراحة، بدي اياكم انتو تحكوا لي بالكومنتات اذا حلوين عن جد ولا لا، واي لون بالضبط مو حلو وما لازم البسه، لانه I need help بهذا الموضوع. هدول الاربع كنزات من لما عملت الاوردر وانا فورا ندمت. يلي بعرفه انه اذا رح البس وحده منهم اكيد رح البسها مع قميص، بس الفكره انه اي وحده حلوه واي وحده لا. اخر قطعه ثياب عنا لليوم واللي هي هاي القطعه اللي لونها كمان احمر. انا كنت مفكره بس هذيك القطعه انا طالبتها حمراء. خلينا نشوف. اوكي تذكرت شو هي كتير منيح تذكرت شو هي. هاي هي الكنزة، وعلى الحقيقة كأنه شوي أصغر مما كانت مبينة على الصورة، ولكن مثل ما قلت لكم كل الكنزات اللي جايبتها القصار أنا بلبسهم كلياتهم مع بناطيل هاي ويستد، فهاي ما أنا مشكلة. الكم تبعها بيجي كتير غريب الكم كتير غريب، ما بعرف كيف رح ألبسه هذا، ومو كأنه كتير طويل. اوكي ما له كثير طويل بس ما علينا. الكم غريب بس لازم اشوف على اللبس كيف بتطلع، ولكن انا لما بتخيل هاي الكنزة بتخيلها مع بنطلون اسود، بحس بيطلع اوتفيت كتير حلو. وهيك بنكون خلصنا من الثياب، ولكن معقول سدرة تعمل اوردر شي وما تطلب اكسسوارات؟ هاي بحياتها ما رح تصير. شوفوا هن 3 اكياس، والله اني كيوت هاي المرة بالطلبية. خلينا نفتح اول كيس. هاي لبسة انا طلبتها اول ما شفتها فورا حطيتها ضفتها على الباج، بس ما بعرف انا بحس اللون الذهبي عليه بيطلع كتير حلو، ويعني هلا انا حطيتها بطريقة غبية اوكي، بس انه بحس هذا اللون الذهبي مع شعري بيطلع كتير حلو، بينما الفضي على شعري ما بيطلع حلو. اما بالنسبه للاكسسوار اللي بعده اكثر اشياء بحبها بشي هن الخواتم والاساور، وصراحه اكثر الخواتم. بحاول اني دائما اذا بدي اطلب خاتم من شي اطلبه من هدول الخواتم يلي بيتضيقوا، يعني بيكونوا مفتوحين مثل هذا الخاتم. هيك بيجي شكل الخاتم كتير كيوت، بينما من ورا ممكن انه يتضيق. شوفوا قديشو كيوت وحلو، عن جد بجنن، كتير ناعم. غير عن هيك جبت هاي الاسوارة اللي كمان رح احطها لحتى تشوفوا كيف تطلع على ايدي. هاي هي الاسوارة كتير حلوة عن جد بتجنن. الاسوارة فيها طبعا هاي الشنشولة كمان يلي هي اساسا بتصغر بتكبر الاسوارة. اللي بعده عنا كمان خواتم، حطيته كلياتهم فوق بعض بس هيك مشان تلقوا نظرة، ولكن اهم شي فيهم انه هلا عم بتفقدهم واحد كلياتهم بيتصغروا اذا بتشوفوا من هون، لانه انا عندي اصابع كتير رفع، وعادة صراحة اي اكسسوار بجيبه اذا هو خاتم فلازم صغره. الشيء اللي بعده يلي ما له اي علاقة بالاوردر كلياته، ما بعرف شو كان عم يتهيأ لي، بس احكولي هذا مو اكيد شيء بتشوفوه بالحياة، لانه هاي صبارة اوكي، ولكن هي مقلمة اسمها، هذه الكاسة اللي بنحط فيها أقلام على المكتب. احكولي انه مو كتير كيوت. باي ذا واي اذا ما انتبهتوا فانا لابسه الميرش تبعي، فاذا حابين انكم تجيبوا كنزه او هودي مثل اللي انا لابسته عليه فول هاي قطتي، اذا حابين انكم تجيبوا هيك كنزه فنزلوا ابلكيشن 360 فيوز وروحوا على المتجر تبعي وعملوا اوردر لشي من هدول الهديات، وانا متاكده انه كثير رح يعجبوكم، لانه شوفوا شو كيوت، في قطه واسمي موجود هون كمان. وبس هدول كانوا مشترياتي الصيف او مشترياتي من شي ما بعرف صراحه هن مشتريات شو بالضبط، كان المفروض يكون مشتريات العيد، بطلوا مشتريات العيد لما وصلوا بالعيد. وبس هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عجبكم ما تنسوا تعملوا له لايك، اشتركوا بالقناه، واكيد تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، اسمائي رح تكون على الشاشه والروابط تحت بصندوق الوصف. بحبكم كتير باي.